السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم مع بعض عن حاجة مهمة جدا، تقدروا تقولوا يعني هي سبب مدمرات حاجات كتير جدا، من ضمنها مدمرات علاقات، من بداية من زوج، أولاد، أصدقاء، حتى أقرب الناس ليكي، ممكن يبقى أهلك، أخواتك بقى، أمك، أبوكي، كل واحد عنده دايرة، والدايرة اللي حواليه دي ممكن يبقى هو خسرها طول الوقت وبيدمرها كمان وهو مش مدرك لده. ولازم تعرفي مين هو أساس المدمرات دي. الموضوع المرة دي اللي هنتكلم فيه عن المدمرات الخمس. طب معلش، يعني انت جايبة معلوماتك منين؟ بصي يا ستي، في دورة جميلة قوي اسمها دورة المربي المحترف. الدورة دي علمتني ازاي افهم ان في عدو طول الوقت شغال بكل اسلحته عشان يفكك البيت المسلم، البيت اللي طول الوقت بيحاول ان هو يترابط. وفي نفس الوقت بتكلمك عن نفسك، بتكلمك عن كل حاجة تقدري تقولي بتمر بيها مع اولادك، مع زوجك، مع حاجات كتير جدا بتمر فيها ومتبقاش عارفة تعملي ايه. المدمرات الخمس دي انا لما سمعتها بصراحة مش هضحك عليكم، يعني حسيت ان انا حطيت ايدي على المشكلة. احيان كتير جدا مبقاش عارفين هي المشكلة فين. بمعنى اصح انا ببقى ممكن يكون عندي مشاكل كتير، بس مش عارفة هي ايه السبب، او مش عارفة احط ايدي على المشكلة بالظبط. طب حتى لو حطيت ايدك على المشكلة، احيانا متبقاش عارفة طب اعمل ايه. طيب احل مشكلتي دي ازاي؟ طب اتعامل ازاي طيب مع زوجي، طب اولادي، طب حتى اخواتي، حتى الدايره اللي بتاعتي مش عارفه اتعامل معاها. ده ممكن كمان تظن ان المشكله فيكي، والشيطان سهل قوي ان هو ييأسك من نفسك. تعالي نخش في الموضوع على طول ونشوف ايه هما المدمرات الخمس. اول حاجه، المدمرات الخمس دولت اول ثلاثه هي من الشيطان، واخر اتنين هي من النفس. طب ما نيجي نقول ايه هم المدمرات الاولانيه بتوع الشيطان. اول حاجه تخويف، تاني حاجه تشكيك، تالت حاجه تحريش، اخر اتنين بتوع النفس الاماره بالسوء اللي بتحب تشتغل او بتبقى تذكره وتخيل. تعالوا نتكلم كده نقطه نقطه ونحاول ندردش فيها اكتر. الفيديو ده هيبقى مطول شويه، بس فيه معلومات بجد بجد هتخليكي تفهمي انت ايه المشكله اللي في حياتك. اول حاجة التخويف، كلنا بنخاف وبنمر علينا مراحل خوف، بس مش عارفين خوف من ايه. احيانا خوف من المستقبل، خوف من الفشل، خوف من ان انا ابدأ في اي حاجة وما كملهاش، خوف على اولادي من العالم اللي حواليهم، خوف من شغل جوزي ما يكملش، خوف طول الوقت ملازمنا. ولو انا سبت الخوف ده يتحكم فيا، بعد كده هتلاقي نفسك بتخافي حتى من خيالك. ليه؟ لأن الخوف ده عامل زي الخوف ده عامل زي عود الكبريت اللي بيدوب بتولعيه ويبقى فيه شرارة. كل واحد بيمر عليه وقت وتسمعي الخوف ده لحظة. والشيطان طول الوقت يحب يخوف مين دايما؟ الضعيف. الضعيف ازاي؟ ضعيف بعلاقته بالله عز وجل، ضعيف وما عندهوش يقين بالله عز وجل. كل ما كان الإنسان ما عندهوش علاقة بالله عز وجل وعنده صلة بالله عز وجل، ده يعتبر بالنسبة له فريسة سهلة. يبقى الخوف بيجي منين؟ لازم تعرفي أي خوف بيعدي عليكي لازم تعرفي إن هو من الشيطان. بس في حاجة، إن زي ما ربنا بيورينا كل مرة ضوء ومفتاح وحل للي احنا فيه، ان ربنا بيقول لنا ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فلو الشيطان بيديكي فكرة عاملة زي عود الكبريت زي ما قلت لك اول شرارة ويخوفك من اي حاجة، اعرفي ان ده من الشيطان، واعرفي ان ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما بتذكري الله عز وجل وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت كده بتحرقيه، انت كده في اول لحظة خليتي شيطانك ده يتحرق بالاستعاذة بالله. طيب، وفي حاجة كمان ربنا قال لنا ايه؟ زي ما انا هستعيذ وزي ما انا ابقى واخده بالي ان كيد الشيطان ضعيف، ربنا قال برضك فاحذروه. يعني ايه احذروه؟ يعني دلوقتي الشيطان بيبقى درسك وفاهم نقاط ضعفك. هل انت درستي قبل كده وقدرتي تفهمي ان مداخل الشيطان ايه؟ ولا انت مش عارفه ان ممكن يكون طول الوقت ان الشيطان شغال عليكي وظن ان عادي؟ لا لا لا، ده مفيش حاجه، ده هم السبب، لا اصل ممكن يكون انا السبب، ده البيئه المحاطه. ولكن الله عز وجل بيقول لك فاحذروه. والمقصود ايه فاحذروه؟ يعني اي خاطره تمر بيكي هي من الشيطان. وزي ما قلت لك خاطره
بتبقى ايه؟ تخويف. تخويف من الشخص اللي قدامك، خايفه منه كده، حاسه ان مش مرتاحه له. طب هو انت حابه قعدتي معاه؟ لا. طب دي انت اول مره تشوفيها. طب مين اللي جاب لك الخطيره دي؟ الشيطان. الشيطان يخوفك من ناس معينه ما تفهميش انت خايفه منها ليه، مش مرتاحه لها ليه، ومجرد ما تقعدي معاها تلاقي نفسك ايه ده، مرتاحه لها جدا. امال ابن الذين كان مخوفني ليه؟ ايوه، هو طول الوقت عاوز يشتغل لوحده معاكي. اما انت طول ما انت سبحان الله عندك صحبه وبتستعيذي وبتجتهدي على نفسك وبتشتغل على نفسك، كده انت هتتفكي وتقدري تقولي مش هيقدر يتحكم في مشاعرك ولا مخاوفك. اما طول ما انت بتخافي من اللي هو بيعرضه لك، الخطيره اللي بتمر عليك دي بتخافي منها وبتثبتي في مكانك، كده انت وقعتي في وفي الحالة دي لازم تعرفي نقطة مهمة جدا، إن لازم ترد أي خاطرة بترد عليكي برد توقيتي على طول. بمعنى لو جات لك خاطرة ويقول لك أنا خايفة من الرزق، وإن مين اللي هيأكلنا ويشربنا، لو افترضنا إن الزوج ما بيشتغلش، لو افترضنا إن في مشاكل في الشغل، وتبدأي تخافي طب لو قعد، طب هناكل منين، هنصرف منين، ويبدأ يخوفك من المستقبل والرزق، ترد عليه في لحظتها تقول الله رازقي، الله هيشفيني، الله معي. قولي الله معايا، قوليها بصدق، قوليها بيقين، قولي الله هيرزقني. والله لو انا فين، لو معيش، لو في الصحراء ومعيش اسباب تساعدني، الله هيساعدني، الله هيسر لي امري. خايفه من اي حاجه، قولي وبقوه الله معي. العلماء بيقولوا ان الخاطره اللي بتمر على كل واحد لا تتعدى ثواني، ولكن لو انت رفضتيها يبقى انت كده خلاص خليتي الخاطره دي تتلاشى. ولو سبتيها بتبقى في صعوبه ان انت يعني تطلعي الخاطره الوحشه اللي مرت عليكي. زي ما قلت لك بقى، من خوف من المستقبل، على اولاد، على رزق، على زوجك، على كل ما انت هتخافي من حاجه وهتسيبيها تتملكك، هتبقى فيها صعوبه جدا ان انت تتخلصي منها. استعيني بالله عز وجل واعلمي ان كيد الشيطان ضعيف، وعلى قد ما هو ضعيف ربنا قال ايه؟ فاحذروه. فانا هشتغل على نفسي، احاول اعرف ان الشيطان على قد ما هو كيده ضعيف فانا لازم احذره. لان ايه؟ ربنا بيقول برضك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى انا ما اسيبش نفسي واتبع خطوه خطوه تبع الشيطان، وفي الاخر اقول انا مش عارفه ايه اللي وقعني. ما هو انت مشيتي تبع خطوات الشيطان، يعني جات لك فكره اندمجتي فيها ولقيتي نفسك ان فعلا انا خايفه من ان انا ابدا جيم وان انا اروح، عشان أنا لو دفعت فلوس انا خايفه ان انا ما التزمش. طب تمام، انت قاعده في مكانك ولا روحتي ولا عملتي اي حاجه بسبب الخوف. هو ده بالظبط اللي الشيطان عاوزه. عشان كده الخاطره ان انت تقولي لا ان شاء الله ربنا هيعيني، لا باذنك يا رب انا هجتهد على نفسي واحاول ان انا اروح الجيم. انا بديكي مثال، وشوفي كل واحد في حياته بيبقى بتجيله خاطره على هيئه ايه، ويبدأ الشيطان يخوفك فيوصلك لمرحلة انت ما تتخيليش ان انت هتوصلي بعد كده لايه، لان المراحل اللي جايه الشيطان شغال عليها كويس جدا. دي اول نقطه، حبيت ان انا ما اطولش عليكم، انتظروني في الجزء الثاني ونتكلم على التشكيك، لان التشكيك ده هيبقى اخطر بكتير من التخويف، لان مراحل الشيطان مش بس هتوقفك في مكانك، ده هيبدأ يشككك في حاجات كتير. استنوني ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على التشكيك. ولازم تعرفي انت مش ام عاديه، انت ام بتصنع اثر.